انت لو بتمتحن او انت طالب وعندك امتحانات الايام دي ومش قادر تنزل الجيم كل يوم او 4 ايام او 5 ايام في الاسبوع زي العادي بتاعك، مش شرط، انت ممكن تتمرن 3 ايام في الاسبوع، لو كتير عليك برضه تقدر تتمرن يومين او حتى يوم واحد. عندك اكتر من نظام تقدر تمشي عليهم بنفس الطريقه دي. عندك ممكن ان انت تلعب، خلينا في يومين بلاش 3 ايام حتى، ان انت ممكن تلعب ابر ليور، تلعب نص جسمك اللي فوق في يوم، وتلعب النص اللي تحت اللي هو الرجلين في يوم تاني. ممكن تلعب في يوم واحد فول بودي، ان انت تلعب جنرال او فول بودي جسمك كله في يوم واحد، بس طبعا مش هيبقى عدد المجاميع او عدد اشكال التمرين هتبقى زي ما تكون انت كنت بتلعب الاول، او زي ما انت بتلعب بروس بليد او بوش بول ليج. لا، انت هتقلل من عدد المجاميع شويه، بس على الاقل هتعدي على كل عضله هتلعبها كتسخين، او ان انت العضله ما تلحقش تريح. والنظام ده او اي نظام من دول هيبقى مؤقتا لحد ما تخلص فتره امتحاناتك، وده مش بيبني عضلات، خليك فاكر ان ده مش هيبني معاك عضلات، ده هيحافظ على العضلات او على المستوى اللي انت كنت عليه في الفتره اللي فاتت او اللي انت عملته طول الفتره اللي فاتت، هيحافظ لك بس عليه في فتره الامتحانات دي، مع ان انت تكون مراعي نسبه البروتين بتاعتك ما تقلش عن الاول او ما تقلش قوي في خلال الاسبوع كله، مش يومين التمرين بس كده.